اهلا بيكم تاني معانا في قناة مش بس طب. وزي ما انا كنت دايما بقول، مش بس طب ده مش معناه ان هو مش هنتكلم على الطب، لكن احنا في الاخر الاطباء عموما عندهم اهتمامات كتيرة جدا في الحياة، سواء اهتمامات اجتماعية او رياضية او حتى ثقافية. الناس كلها متخيلة ان احنا على تراك واحد. النهاردة عشان بقالنا اكتر من 48 ساعة ولا اكتر من 24 ساعة نتيجة الثانوية عامة طلعت. طبعا بنبارك لكل اولادنا اللي نجحوا، وبنقول معلش وهارد لك للي ما كانش ليهم حظ السنه دي. الكلمه اللي عايزين نتكلم عليها النهارده ان مش كل نتيجه هي دي اخره المطاف. احنا الاولاد اللي عدوا او نجحوا، جابوا مجاميع او ما جابوش مجاميع، كل دي ليها دعوه بكميه الفكر اللي جوه دماغ الاولاد، مش الفكر بتاعنا احنا. يعني دائما وابدا حتى مع اولادي ما كانش عندي الموضوع بتاع انت هتجيب برسنتج قد ايه عشان هتخش فين. هو عايز يخش ايه فهو رايح له، سواء كان بالمجهود او بالمذاكره عشان يوصل له. صحيح في احباطات، صحيح في ناس كانت متخيله ان في ارقام هتبقى اعلى. المشكله هنا هو انا ما بتكلمش على الطلبه، لان يعني الطلبه اكيد بذلوا كل المجهود اللي يقدروا يبذلوه في الحياه، واكيد كانوا عايزين يوصلوا لمراحل متقدمه ومراحل مختلفه عما كان هو جاب، او جاب اكتر مما كان هو متوقع. عموما المشكله عندنا في الابهات والامهات. هي بس انا الحلقه دي حلقه صغيره خالص، صغيرة خالص فعلا. زي ما كنت بقول حاجه صغيره خالص، واحنا لسه كنا سامعين الناس تقريبا يا بتزغرط يا بتعمل عشان الثانويه عامه والفرحه بتاعتهم. لكن الاساس في الموضوع هو ان لازم علينا ان احنا نعمل كميه سبورت غير عاديه لاولادنا اللي عدوا المرحله دي، وخصوصا ان هم بذلوا اكيد مجهود عصبي ونفسي ودراسي وجسدي عشان يوصلوا للي هم فيه. لكن اللي انا بحاول اقوله دايما، بليز 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 سبورت يور كيد. اقفوا مع اولادكم اللي هم خلصوا، اديهم الدفعه المعنويه، اتناقشوا معاهم في المكان والمرحله الجديده اللي هم رايحينها، لان في الاخر هو ده المستقبل. ثانويه عامه هي تحضير للمستقبل. في ناس كتيرة عايزة حاجات تانية زي طب أو هندسة أو علوم أو سياسة واقتصاد أو تجارة أو محاماة. كل دي ممكن ما تبقاش في خلفية الفكر بتاعت الأهالي، لكن في الآخر خلينا بواقعيين. كل اللي انت هتقدر تعمله لابنك أو بنتك اللي هم خلصوا هذه المرحلة ان انت تقف معاهم نفسيا عشان بس يعدوا المرحلة بتاعت ان هم لسه شباب صغننة الى شباب جامعي، وهو رايح فين مستقبله هيبقى عامل ازاي، لان المستقبل كده كده بايد ربنا. لكن على الاقل دايما يبقى عنده ثقة عنيفة في نفسه وثقة جبارة ان اهله دايما واقفين في ظهره ايا كان الاختيار اللي هو يختار. ويمكن دي بس رجاء خاص ان ده من الحاجات المهمة جدا اللي هتحصل على مدار السنين بتاعة الجامعة. كل ما هيكون الشاب او الشابة واخدين طاقة ايجابية واخدين سبورت قوي جدا من اهاليهم، هيدوا كمية برودكشن او هيدوا كمية انتاج سواء في الجامعة او ما بعدها في مستقبلهم اقوى بكتير مما تتخيلوا. وشكرا لكم دايما.